اهلا بكم متابعين قناة راديو كورة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان توصلكم اخر الاخبار وكمان البث المباشر لاحدث المباريات، ويا ريت تساعدونا للوصول ل 10000 مشترك، لاننا بمجرد ما نوصل للعدد ده هيكون في مسابقات رياضية بجوائز مادية لكل المشتركين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك. الخبر اللي معانا دلوقتي هو حسبة بيرما لصعود منتخب مصر بكاس افريقيا 2017. فزنا امبارح على اوغندا 1-0 بجون في الدقيقة 89 لعبد الله السعيد وربنا ستر. كده بقى معانا 4 نقط، نقطة من التعادل مع مالي في أول ماتش و3 نقط بعد الفوز على أوغندا 1-0. هل كده صعدنا؟ استنى بس، صعدنا إيه؟ لسه ماتش المصيبة الكبيرة غانا يوم الأربع الجاي، واللي هنلعبه في نفس وقت ماتش مالي وأوغندا، وفي أكتر من حالة للتأهل لدور الثمانية حتى لو خسرنا من غانا، لكن لسه برضو روحنا في ايد مالي واوغندا، وربنا ينصر اوغندا ونخلص. السيناريو الاول الفوز على غانا، لو كسبنا غانا ضمننا التأهل وملناش دعوة لا بمالي ولا باوغندا، لان وقتها مصر هيكون عندها 7 نقط وغانا 6 نقط، وكده كده مالي نقطة واوغندا 0 وما يفرقوش معانا. لا وكمان نصعد اول المجموعة. طب لو اتعادلنا مع غانا برضو ضمننا الصعود، لان وقتها هيكون معانا 5 نقط وغانا 9 نقط، وبرضو ملناش دعوة لا بمالي ولا باوغندا، بس كده هنصعد تاني المجموعة، احسن من مفيش برضو. طب لو خسرنا وربنا يستر، دي بقى هتكون اصعب نتيجة لينا، ووقتها هندخل في حسابات كتير قوي، وكده يبقى دخلنا حسبة بيرما. ركزوا بقى معايا، خسارة مصر مع فوز اوغندا على مالي بيضمن لنا التأهل للدور التاني. ليه؟ لأن معانا 4 نقط، لو خسرنا هيفضلوا زي ما هم، وأوغندا معهاش ولا نقطة، لو كسبت هتاخد 3 نقط، وهيقف رصيد مالي عند نقطة واحدة ويبقى خلصنا منها. طب لو مصر خسرت من غانا وأوغندا تعادلت مع مالي برضه هنصعد، لأن وقتها مصر هيبقى معاها 4 نقط وأوغندا نقطة واحدة ومالي نقطتين، وكده خلصنا من الاتنين. النتيجة الصعبة بقى، لو مصر خسرت من غانا ومالي عملتها وكسبت أوغندا، كده غانا مع نفسها ومعاها 9 نقط وكده كده صعدت، ومصر معاها 4 نقط ومالي 4 نقط، وأوغندا طارت ب0 نقطة. وقتها هيشوفوا فرق الأهداف للفريقين والأكتر هيصعد، ودي أصلا مش في صالحنا، لأن ما معناش غير جون واحد بس، وغانا بالنسبة لنا مش زي أوغندا بالنسبة لمالي، وخصوصا ان ماتش مصر ومالي انتهى 0-0، يعني تعادل في النقط وفي الاهداف كمان. طب لو مصر خسرت من غانا ومالي كسبت اوغندا مثلا 2-0، كده غانا هيكون معاها 9 نقط وصعدت، ومصر 4 وجون واحد ومالي 4 وجونين، واوغندا 0 نقطة و0 جوان، كده اللي هيصعد غانا ومالي. طب لو مصر خسرت من غانا 2-0 ومالي كسبت 1-0 بس، كده غانا هيكون معاها 9 نقط وصعد، ومصر 4 نقط ليها جون وعليها 2، يعني كده الفرق جون واحد بس علينا مش لينا، ومالي 4 نقط ليها جون وعليها جون يعني 0، يعني لا ليها ولا عليها، وكده برضو مالي هتصعد. طب لو مصر خسرت 1-0 ومالي كسبت 1-0، حسبة بيرما تاني، وقتها اللجنة المنظمة للبطولة هتعمل قرعة عشان تشوف مين الفريق اللي هيصعد ومين الفريق اللي هيخرج. علشان الناس بس ما تقلقش، في لسه سيناريو تاني ما خلصناش. لو مصر جابت اي جون في غانا حتى لو خسرنا، وقتها مالي هيكون مطلوب منها انها تجيب جون يعوض جون مصر، وكمان جون علشان تفرق عننا، وكده انت بنسبة كبيرة طيرتها. خلاصة كل السيناريوهات اللي فاتت دي ان لو كسبنا غانا هنريح وهنرتاح، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا ليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش كمان تعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد مننا. قناة راديو كورة، اخبار الرياضة كلها في ايدك.